لتحرير الارض. مش هنقدر نعمل جيش جديد في يوم وليلة، مش هنقدر نتدرب على الاسلحة اللي حصلنا عليها في يوم وليلة، مش هنقدر نبني وحدات جديدة ونطلع ضباط جداد ونجهز طيارين جداد في يوم وليلة. الحقيقة حاجة برضو بدي اقولها لكم، الاتحاد السوفيتي ساعدنا الى اقصى مدى. احنا عوضنا الاسلحة اللي خسرناها، وقررنا انشاء وحدات جديدة علشان نستطيع ان نقابل قوة اسرائيل، بحيث ان اسرائيل ما تكونش متفوقة علينا في البر او في الجو. وفي نفس الوقت ما عندناش فلوس نشتري بيها السلاح، وحتى يمكن لو كان عندنا فلوس الغرب ما كانش هيدينا، لان سنة 55 كان عندنا فلوس وما رضيوش يدونا. بعدين الاتحاد السوفيتي ادانا هذه الاسلحة وما دفعناش ولا مليم. جزء اخدناه في الاول مساهمة من الاتحاد السوفيتي بدون مقابل، وبعتولنا طيارات بدون ثمن ودبابات واسلحة، وده اللي خلانا يمكن قدرنا نطمئن. زي ما قلت لكم في فترات مرت على الواحد وهو حاسس بالكابوس ان اسرائيل يمكن تعدي قناة السويس، كان ممكن في بعض الايام، ولكن فاتت هذه الايام رغم النكسة اللي حصلت في يونيو والايام الصعبة اللي مرت بينا. احنا النهاردة في وضع احسن. اما هندخل معركة هتكون هذه المعركة معركة فاصلة. لما اتكلم الى المثقفين هم اللي يقدروا يعرفوا صعوبة العملية، لانهم هيحسبوا حساب علمي، وبيقدروا يعرفوا انها معركة طويلة، معركة مريرة. وفي بلاد قبلنا ما رضيتش بالهزيمة وصممت على النصر وقدرت تحقق تصميمها. لما اتكلم للمثقفين لازم يعرفوا ان هذه المعركة فيها تضحيات كبيرة،
وليها تكاليف كتيرة. اذا بيفهموا ليه بيان 30 مارس نص على الاستفتاء. نتيجة الاستفتاء سوف تعطيني مقياسا للتصميم الشعبي. هل نبقى في العمل السياسي وحده والعمل السياسي نتيجته محدودة؟ العمل السياسي وجزء من أرضنا محتلة، لا يمكن أن يعطينا النتائج اللي كل واحد فينا بيفكر فيها، لأن إسرائيل وهي تحتل هذه الأراضي العربية لا بد لها أن تفرض شروطها، وشروطها هي شروط المنتصر. الاستفتاء هيبين هل احنا تعبنا مستعدين ان احنا نتنازل لإسرائيل ومن هم وراء إسرائيل. الاستفتاء هنا مهم جدا. الاستفتاء بيبين هل الحل السياسي اللي نتيجته محدودة هو السبيل الوحيد ونفضل في العمل السياسي وحده، او هل نعمل من اجل المعركة؟ هل نخوض المعركة الشاملة؟ اذا لم يكن امامنا سبيل غير هذا السبيل، مهما كانت الصعاب ومهما كانت التضحيات، موضوع ازالة اثار العدوان موضوع ليه ظلال كثيرة. الموضوع مش هو مسألة جلاء إسرائيل عن سيناء وحدها. يمكن لو كانت دي هي المسألة، الحصول عليها بكرة بتنازلات انا بقول المثقفين بيفكروا ما ينفعلوش. انا بقول لو العملية سيناء بس، عايز برضو تفهموا كلامي، لو العملية سيناء بس سهل. العملية مصيرنا، مصير العرب، علشان لو كنا عايزين نسترد سيناء ممكن بتنازلات، بنقبل شروط امريكا وشروط اسرائيل، نتخلى عن الالتزام العربي ونترك لإسرائيل اليد الطولة في القدس والضفة الغربية وأي بلد عربي، ويحققوا حلمهم
اللي اتكلموا فيه من النيل الى الفرات، ونتخلى عن التزامنا العربي. بندي هذه التنازلات ونقول لهم يعدوا في قناة السويس ويرفعوا علم إسرائيل في قناة السويس بيمشوا ويتركوا سيناء. الموضوع مش هو الجلاء عن سيناء وحدها، الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع هو أن نكون أو لا نكون. موضوع إزالة آثار العدوان أكبر من الجلاء عن سيناء. هل سنبقى الدولة المستقلة اللي حافظت على استقلالها وعلى سيادتها ولم تدخل ضمن مناطق النفوذ، ولا هنتخلى عن هذا؟ احنا مجروحين، جزء من ارضنا محتل، ولكن رغم هذا، رغم الجرح، هل نتنازل عن كل التزاماتنا العربية وكل المثل وحقوق ونقبل ان احنا نقعد مع اسرائيل لنتفاوض في الوصول الى حل؟ اسرائيل بتقول كده، امريكا بتقول كده، اسرائيل بتقول ان قرار مجلس الامن اللي اعلن يوم 22 نوفمبر الماضي ده عبارة عن اجندة، عبارة عن جدول اعمال يتفاوضوا عليه العرب واسرائيل. هل بنقبل؟ احنا قلنا هنجرب الحل السياسي وهنبني القوة العسكرية، ولكن ما قلناش ان احنا هنسلم. ايه المقصود بإزالة آثار العدوان؟ بنتكلم على إزالة آثار العدوان، لازم نفهم أطراف وأبعاد إزالة آثار العدوان. والمسألة مسألة كبيرة كبيرة جدا، ومسألة أيضا خطيرة، لأن أمريكا أيدت إسرائيل، ساعدتها في الأمم المتحدة، ادتها الأسلحة، ادتها المعونات المالية، وبمقدار كبر وخطورة الموضوع، بمقدار ما يحتاجه من تكاليف وتضحيات. يمكن احنا حصلنا على انتصارات كثيرة في الماضي، وأول مرة في 16 سنة بنقابل موضوع بالغ الخطورة وبالغ التعقيد.
كان في 80,000 عسكري انجليزي، كان في احتلال، كان في عدوان ثلاثي، كان في معركة السد العالي ومعركة تأمين القناة، كان في معارك كتيرة وكسبناها. شربنا الكاس الحلو كتير في كل انتصار من الانتصارات. النهاردة الموضوع كبير وخطير ويحتاج الى تكاليف وتضحيات وصبر، وزي ما شربنا الكاس الحلو مرات كتيرة يمكن مكتوب علينا نشرب الكاس المر لفترة من الفترات على قد صبرنا. وعشان كده نص بيان 30 مارس على الاستفتاء. هل مستعدين نقف ونناضل من اجل المعركة؟ هل مستعدين ان احنا نضحي وندفع التكاليف في اول معركة حقيقية تواجهنا بدون انتصار سريع في 16 سنة اللي فاتت؟ المسألة مش مسألة حل أزمة الشرق الأوسط، المسألة هي نوعية الحل، شرف الحل، شرفنا، مستقبلنا ومصيرنا. إذن عندما طرحت هذا الموضوع في الاستفتاء ضمن موضوعات أخرى، كنت أريد أن يكون واضحا لي حدود المدى الذي يريد الشعب أن يصل إليه. ومع أني أعرف سلفا أن الشعب على استعداد للشوط حتى مداه، ومهما كانت تكاليفه وأعباؤه فلقد وجدت لزاما أن يسمع صوت الشعب. ربما كنت أقصد أن يسمع غيري صوت الشعب في هذا الموضوع قبل أن أسمعه أنا. كنت أقصد أن تسمعه الأمة العربية، وأن تسمعه إجماعيا، وأن تسمعه قويا بغير تردد وبغير تحفظات. كنت أقصد أيضا أن يسمعه العالم الخارجي الذي تعنيه أمور الشرق الأوسط، لكي يعرف بطريقة قاطعة أنه لا مساومة، وأنه لا طريق للسلام غير طريق العدل. كنت أقصد أيضا أن يسمعه العدو، لكي يدرك أنه لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومة لدى شعبنا. 9 و10 يونيو قد يسهل تصويرها على أنها رد فعل عاطفي. بيقولوا، أنا بقول إن 9 و10 يونيو كان تصميم على الصمود وعلى السير في المعركة إلى النهاية وعدم الاستسلام،
بيقولوا 9 و10 يونيو ده كان رد فعل عاطفي، ولهذا انا بقول الصوت اللي هيعلنه الاستفتاء لن يكون الصوت العاطفي. الاستفتاء هيكون بعد 10 اشهر من النكسة، من الهزيمة، بعد ان اتضحت ابعاد الهزيمة وعرف الكثير من اسباب الهزيمة وبانت تكاليف المعركة وتضحيات المعركة. الاستفتاء بعد 10 اشهر الشعب هيقول رأيه على نور، وبعد تعقل وتفكير وتروي، وكل واحد في ال10 اشهر دول اتكلم مع الناس واتكلم مع نفسه وشاف الموقف وعرف كل هذه الامور، ويجي الاستفتاء بيبان لينا، بيبان لوطننا العربي، بيبان للعالم كله، بيبان لعدونا ايه ارادتنا وايه تصميمنا. ده كله يسهل شرحه للمثقفين، لأن نظرتهم زي ما قلت في الأول المسائل نظرة كلية ونظرة تفصيلية في نفس الوقت. قلت لكم ان الحديث للمثقفين سهل بالنسبة لحساب المواضيع والنظرة العلمية ليه، وقلت لكم ايضا ان الحديث للمثقفين صعب. هناك اولا اختلاف المواقف الذاتية والطبقية للمثقفين، وانا قلت انهم قوة يجمعهم دور طليعي واحد، ولكنهم ليسوا طبقة تجمعهم مصلحة واحدة. من هذا الموضوع، من هذه الاختلافات، فهناك مشاكل بالنسبة لموقف المثقفين. البعض طبعا يطلب الكمال، وهذا صعب. طبعا كونك تطلب سهل، التطبيق والتحقيق هو اللي صعب. فحركة الحياة كلها هي الصراع بين ما هو كائن وبين ما يجب ان يكون. الطريق طويل بين تصور التطور وبين تحقيق هذا التطور، والعقبات رواسب وامكانيات لها حدود. احنا قلنا مضاعفة الدخل القومي في 10 سنوات، يمكن ده ما كانش كفاية لينا اذا كنا عايزين نلحق، ولكن انا يؤسفني ان اقول ان احنا ما قدرناش نحقق هذا الهدف. فكنا عايزين نحقق هذا الهدف كان لازم نضغط على نفسنا اكتر.
وندخر 25% من دخلنا القومي، ولكن احنا بندخر 12% من دخلنا القومي. اذا ما نقدرش نضاعف الدخل القومي في 10 سنوات. اذا بنستلف من الخارج، اذا علينا نسدد الديون، وبندخل في مشاكل لا اول لها ولا اخر. وبندخل في مشكلة عاطلين، وبندخل في حتى موضوعات الجامعة والقبول في الجامعة وخريجين الجامعة والمعاهد. ما إذا ما اشتغلناش، وده أمل. وأنا كنت بعتبر أن مضاعفة الدخل القومي في 10 سنوات نستطيع أن نضاعف الدخل القومي كل 10 سنوات، وبهذا نشغل كل الناس. كل أسف ما قدرناش. ليه؟ ما حصل ضغط علينا، وحصلت صعوبات بالنسبة لينا، وأيضا احنا ما دسناش على نفسنا بحيث ان احنا نوفر الفلوس اللي تخلينا نضاعف الدخل القومي في 10 سنوات. الطريق طويل وصعب، والامكانيات ليها حدود. فاللي عايز الكمال، انا كمان عايز الكمال، بس ازاي نحققه في هذا التعقيد وهذه الصعوبات وهذه المشاكل وهذه العلاقات الاجتماعية؟ طبعا قصد اللي عايزين الكمال في برضو نوع اخر من المثقفين، هم موجودين في الاجهزة التنفيذية. البعض بيفقدوا القدرة على تصور التطور ويستسلم للواقع، والبعض بيبقوا موانع للحركة، بالتالي يتخلوا عن دورهم كمثقفين، ويمكن هم ما بيحسوش بكده. ما هو الأجهزة التنفيذية هي مين؟ ما هم القيادات للمثقفين في كل مكان وفي كل موقع. وبعد ما تشكلت الوزارة الأخيرة، يمكن أنا قلت للوزراء الجداد إن الواجب عليهم إنهم يفرضوا تفكيرهم واللي كانوا شايفينه من بره على الأجهزة الموجودة، وما يخلوش الأجهزة تفرض نفسها عليهم، وبهذا نستطيع أن نطور. في نوع آخر تستهويه مظاهر الحضارة، اللي بيسافر أمريكا وألمانيا الغربية وبيشوف، بيروح بلد، بيروح نيويورك، بيروح بلد في ألمانيا الغربية، تستهويه مظاهر الحضارة، ويعجز عن إيجاد صلة بين الواقع اللي بنعيشه وبين المظاهر أو البريق. الواقع اللي احنا بنعيشه القرية والفقر، عمال الترحيل، ما قدرناش نحل لغاية دلوقتي. مجتمع موجود، مجتمع متخلف. كنا تحت احتلال عثماني واحتلال انجليزي واستغلال. عايزين
نغير. فالواحد اما يتعلم او يطلع بره ينسى طلع منين. بعدين لما بنبص حتى في امريكا بنلاقي ازمة التفرقة العنصرية بتورينا ان المجتمع الامريكي اللي هي اغنى دولة مش في شوارع نيويورك ولا ناطحات السحاب. في مشاكل في امريكا وفي تعقيدات ممكن تأثر على المجتمع الامريكي، وفي طبعا مشروعات عملت من اجل المجتمع العظيم ومن اجل التطوير، ولكن ما تحلتش حاجة. احنا مشكلتنا معقدة، عايزين نطور بلدنا كلها، عايزين ننهض ببلدنا كلها، عايزين الارتقاء ما يكونش لفئة محدودة ولكن لكل الناس. في نوع اخر مثلا يشعر بالفرق بين المستوى المعيشي اللي بيحصل عليه في دولة نامية زينا والمستوى المعيشي اللي بيحصل عليه زميله في مجتمع متقدم. ويقول لك ده انا لو رحت كندا او رحت امريكا او رحت المانيا ممكن يدوني كذا، هم ممكن يدوا تقدموا. واحنا عارفين ان الفنيين بقوا سلعة عالمية عليها طلب عالمي، وبيحاولوا في الدول انهم يجذبوا الفنيين بكل وسيلة من الوسائل. الدول المتقدمة بتخطف ابناء الدول النامية، وهنا يبدو دور الفن المثقف في اصالته. الفن المثقف المتخصص المثقف يدرك ان مستواه جزء من حياة مجتمعه، وانه لا يستطيع في مجتمع لم يصل بعد الى مرحلة الانطلاق ان يحصل على اجر يوازي اجر زميل ليه يعيش في مجتمع متقدم وتقدم بعد مرحلة الانطلاق ووصل الى مرحلة الاستهلاك العالي. في بلدنا المجتمع اعطى هذا الفني او المتعلم او المثقف فرصة التعليم، واداله ميزة على الاغلبية الكبيرة من سكان البلد، ولهذا هو بالتزامه الاجتماعي نحو وطنه ونحو شعبه مطالب بالبقاء مع هذا المجتمع الذي اعطاه، مطالب ان يحس باحساس هذا المجتمع، مطالب ان يشعر ان عليه دين لهذا المجتمع، مطالب انه يعمل لكي يحقق للآخرين ما تحقق له. في نوع آخر قد يتصور للعصرية مفهوم سطحي. العصرية لا تعني الانقطاع عن الماضي، والحرص على التقاليد لا يعني الانقطاع عن المستقبل. المسألة مش مسألة أشكال ومظاهر سطحية. العصرية الحقيقية هي التجدد بالأصالة. وفي عندنا مثل
في الريف بيقولوا ان الشجرة اللي ملهاش جدر ما تضللش. وليه؟ عشان مش هيكون لها فروع ومش هيكون لها ظل. احنا لينا جذور في الحضارة في الماضي، وننتقل ونتطور، وكل واحد فينا عليه يؤدي دوره، والمجتمع بيديه وهو يدي المجتمع. طبعا في نوع يعتبر الالتزام الاجتماعي قيد عليه. الالتزام الاجتماعي ليس ولاء لفرد ولا ينبغي ان يكون، وانما الالتزام ولاء للشعب، الشعب اللي ادى كل واحد فينا، وده مش واجب معنوي ولكنه ايضا واجب مادي. زي ما اخدت لازم ادي. الدولة مسؤولة انها بتوفر الامكانيات، امكانيات البحث العلمي والتكنولوجي، وبنضمن كل الحريات، وفي مقابل ذلك يجيء الالتزام يجيء ذاتي للمثقف ازاء الشعب، لان الشعب هو اللي ادى كل واحد فينا الامكانيات اللي وصلته الى ما هو فيه. في المجتمع الرأسمالي اللي بيمول الابحاث هو اللي بيوجه الابحاث، اللي بيشتري الاعمال الفنية والادبية هو اللي بيؤثر في اتجاهات الاعمال الادبية والفكرية. الممول عندنا في المجتمع الاشتراكي هو الشعب، وله حقوق الممول. اكرم ما في هذه الحقوق انها مبرأة من الاستغلال. انا عددت ظواهر بين المثقفين، ظواهر موجودة، ولا اقول انها شائعة، ولكنها موجودة، والوسيلة ان احنا نتحدث عنها بوضوح. كل واحد، الشاب والمنفعل والفني وكل المثقفين، كل واحد لازم يفهم اما نقول مثقفين يعني ايه. يعني بنواجه قوة لها صفات مختلفة. هذا الحديث الى المثقفين هام وسهل وصعب في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم في الاول، كان يجب ان يكون هذا اللقاء عدة لقاءات. والمثقفين ولو انهم قوة واحدة يجمعهم دور طليعي واحد، الا انهم ليسوا طبقة واحدة تجمعهم مصلحة واحدة. هناك الطلبة مثلا، تفكيرهم، مشاكلهم، نظرتهم للأمور ليست بالضبط تفكير ونظرة الأساتذة، لأن ده مر بتجربة، وده لسه هيمر بالتجربة وهيبدأ الممارسة. تفكير ومشاكل ونظرة الأساتذة مش هي بالضبط نظرة الخريجين المسؤولين عن قطاعات الإنتاج. اللي أنا فهمته إن احنا في اجتماعنا النهاردة حوالي 1700 من الطلبة و1100 من الأساتذة وهيئات التدريس و1000 من الخريجين
يقودون العمل الوطني في كثير من المجالات. وفي الحقيقة الأخ اللي اتكلم رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة هو ألح علي ان انا اجتمع مع الطلبة واتكلم في كلمته مرتين، مرة في الاول ومرة في الاخر. الحقيقة انا بستجيب لهذه الدعوة انا استجيب لهذه الدعوة بس مش هتكون قبل الاستفتاء، لسبب انا لسه رايح اتكلم في القوات المسلحة ورايح اتكلم مع العمال يوم اول مايو، واحنا النهاردة 25 ابريل، وانا طبعا لما بتكلم بجهز وبرتب ويعني بيتاخد مني بنعمل اخواننا رؤساء الاتحادات، اتحادات الطلبة اللي شفتهم وانا جاي سلمت عليهم، بيقولي بكرة الساعة 8 في البيت عندي وبنتفق على الموعد، وعلى انا برضو مستعد اروح جامعة عين شمس وجامعة اسكندرية وجامعة اسكندرية والازهر والقاهرة، وبروح كل الجامعات وانا التقي. اللي انا بدي اقوله ايه؟ اللي بدي اقوله ان اشتراك الطلبة في العمل السياسي امر مطلوب ومرغوب فيه، انهم اصحاب المستقبل. يمكن كان في خوف ان قوى مضادة او قوى معادية تتسلل في وسط الطلبة. انا سمعت النهاردة من رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة بيقول عايز يرفع الوصاية، وانا الحقيقة مش فاهم الوصاية ايه بالظبط، لكن انا موافق معاه ان احنا نرفع الوصاية. ليه؟ هقول لكم ليه. انا بعتقد ان بالممارسة كل واحد هيبان على حقيقته، بالممارسة والتجربة. وانا بقول ان احنا الطلبة هم اولادنا واخواتنا، ولا يمكن ان احنا نتصادم معاهم، و زي ما قلت لكم في الاول ماهيش قوة تخيف الثورة، بالعكس دي قوة تدعم الثورة. هنترككم انتوا بتكشفوا في قوى معادية، قطعا هذه القوى المعادية موجودة، في قوى اجنبية بتشتغل
ضدنا، وهذه القوى الأجنبية موجودة. في CIA قدرت تتسلل في الطلبة في بعض البلاد اللي هي المخابرات الأمريكية، وقدرت تعمل مشاكل واضطرابات. أنا بقول لكم بالممارسة هتقدروا تعرفوا ايه هي القوى المعادية وايه هي القوى الوطنية، وتستطيعوا انكم تحموا اهداف الثورة وتقضوا على القوى المعادية او قوى الثورة المضادة. اذا انا موافق انكم كطلبة لازم تقوموا بالدور السياسي وتشتركوا في العمل السياسي على اساس انكم انتوا اصحاب المستقبل. ولكن هذا يستدعي ايه؟ يستدعي حرص شديد وعدم انفعال، وان يكون كل واحد علمي في تفكيره وعلمي في تحليله للأمور. بالنسبة لاتحاد طلبة الجمهورية، أنا موافق على تكوين اتحاد لطلبة الجمهورية. مش شايف أن فيه مانع. وأنا بقول أن في المظاهرات الأخيرة أثبت الشباب، أثبت أن عنده وعي، طلع وتظاهر وتكلم في مصلحة وطنه. وعندما أحس الشباب بأن هناك قوة تحاول استغلال هذا التظاهر، كان هو الذي حصر حركته داخل جامعاته، رفض الاستغلال ورفض أن يكون أداة. بدي أقول حاجة أخرى، حق القلق وعدم الرضا خصوصا في الظروف اللي احنا بنمر فيها ظاهرة صحية، تعبير عن الحيوية، ويجب أن نفرق بين عدم الرضا وبين العداء. يوم يرضى المرء يتخلف، عدم الرضا حافز وقوة محركة. واعتقد ان شبابنا بيعرفوا في الجيل اللي هو موجودين فيه يمكن اكتر مما كنا نعرف احنا في جيلنا. احنا طلعنا وتظاهرنا، وكان الموضوع اللي احنا بنفكر فيه هو خروج الانجليز. ويمكن الانسان بالطبيعة مضاد للسلطة. وانا يمكن في ثالثة ثانوي ما كنتش طلعت ولا اشتغلت في العمل السياسي، واشتغلت في العمل السياسي بالصدفة. وكنت في اسكندرية وماشي في ميدان المنشية، ولقيت في معركة بين الناس والبوليس. كان ممنوع الاجتماعات، وبشعور غريزي اشتركت مع الناس، فقبضوا عليا وودوني السجن. سألت الراجل اللي هناك واحد من اللي موجودين هي الخناقة كانت على ايه والحكاية ايه؟ فقال لي ان جمعية مصر الفتاة كانت عايزة تعمل اجتماع، والبوليس منع الاجتماع بالقوة وحصل التصادم. بقول لكم الواحد وطلعت
طلعت من بالضمان من اسم المنشية، وبعدين اشتغلت بالسياسة. الواحد بطبيعته يمكن يبص للسلطة بشك، وانتوا النهاردة الوضع بيختلف عن ايامنا كان فيه الانجليز، وكان فيه حكم المندوب السامي البريطاني، وكان هناك الأحزاب، وكان الموضوع كله هو جلاء الإنجليز والاستقلال. الموضوع يمكن بالنسبة ليكم النهاردة معقد أكثر، والحفاظ على الاستقلال هو الموضوع الأساسي، وحرية الوطن وحرية المواطن، وكيف نحقق الحرية السياسية الحقيقية، وده بيكون بتحقيق الحرية الاجتماعية. طبعا عندكم الفرصة النهاردة يمكن اكتر من الفرص اللي كانت موجودة عندنا. حركة الشباب في مناخ صحي تزود الحاضر بروح المستقبل، وترفع مستوى التفكير والتنفيذ سياسيا وانتاجيا وفكريا. الشباب لابد ان يكون له حق التجربة بدون وصاية. الممارسة هتبين لكم كل حاجة، مين اللي مع قوى الشعب العاملة، مين اللي ضد قوى الشعب العاملة، مين الملتزم اجتماعيا، مين صاحب المصلحة الذاتية، مين بيعمل لبلده، مين بيعمل لنفسه. وأمامكم دور كبير تقوموا بيه، ومسؤولية كبيرة تتحملوها. وطبعا لن نحاول أن نصد الشباب عن دوره المشروع، وحتى عدم رضا الشباب في رأيي بعتبره عدم رضا شرعي. وقدامنا ان احنا نختار بالنسبة لشبابنا، اي بالنسبة لمستقبلنا، هل نترك الشباب يعبر عن قلقه المشروع ويشارك مشاركة ايجابية ويتحول الى قوة خلاقة، او نصد الشباب وندفعه الى اليأس يصل الى السلبية المطلقة، او تستبد به انحرافات الحضارة الحديثة زي ما احنا شايفين من شباب بلاد متقدمة. العيب اللي فيهم ان مجتمعاتهم لم تربطهم باهداف نضالهم. طبعا ما احناش عايزين نشوف شبابنا خنافس ولا التقليع اللي طالعة في البلاد اللي بره دي. عايزين نناضل، وقدامنا نضال طويل جدا من اجل بلدنا، ومن اجل تحرير بلدنا، ومن اجل الناس اللي ما خدوش الفرصة اللي خدها كل واحد فيكم. ظاهرة قلق الشباب ظاهرة عالمية عامة، وقوة الشباب الجديدة في العالم والتقاليع الموجودة يجب ان احنا ما نخلطش بينها. التقاليع اللي طالعة بين بعض الشباب في العالم بتعبر عن القلق المحبوس، ولكن الشباب قوي في كل انحاء العالم ويستطيع ان يعبر عن نفسه تعبير ايجابي. الشباب في الولايات المتحدة الامريكية في اعتقادي هو الذي ايقظ الوجدان الامريكي،
معاهم المثقفين بالنسبة لموضوع زي موضوع فيتنام. الأجيال النامية من الشباب في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، فرصة متاحة لينا عشان يفهموا قضايانا بنقائهم وبثوريتهم. عندهم القدرة انهم يفهموا الصراع العربي الاسرائيلي من الزاوية الحقيقية، من الزاوية الانسانية. اما الاجيال القديمة بيتعاطفوا، البعض قد يتعاطف مع العرب من تأثير النظرة الى الزوايا الاستراتيجية والمالية في المنطقة، لكن الاجيال الجديدة من الشباب في العالم بمثلها، هذه الاجيال التي وعت قضية فيتنام قادرة على ان تعي وتفهم قضية شعب فلسطين. ولهذا علينا واجب ان نعطي قضية فلسطين حيويتها الفكرية الى جانب الاعداد السياسي والعسكري والحشد. وده واجب على شبابنا الذي يتلقى العلم في الخارج. عندنا شبان بيتلقوا العلم في الخارج، وأعدائنا بيحاولوا يلتقطوهم ويغووهم. احنا لازم ننظم ونخلق صلة بين شبابنا اللي هنا واتحاد الجامعات اللي انتوا اتكلمتوا عليه، يعمل اتصال بالشباب اللي موجود في الخارج، نفهمه بقضايانا ونفهمه بمشاكلنا ونفهمه بنضالنا. وشبابنا في الخارج يستطيع ان يتفاعل مع الحركة العالمية للشباب. ايها الاخوة المثقفين في هذه المرحلة وفي كل مرحلة مطالبون بان يقودوا حوار جماهير الشعب، وأن يعطوه المزيد من الوضوح والخصوبة والعمق. وليس من حق أحد أن يعترض المناقشة الحرة التي يجري بها حوار قوى الشعب العاملة نحو أهدافه العظيمة. وأريد أن أقول لكم بوضوح أن المجتمع الذي لا يناقش مشاكله لا يستطيع أن يعرض منجزاته، وإلا أصبحت المناقشة مجرد إعلانات. وأريد أيضا أن أضيف شيئا، هو أنه ليس هناك من ضمان للحرية إلا استعداد قوى الشعب للتمسك بها ولحمايتها. وبعد خطابي في المنصورة قالوا لي أنت غطيت كل حاجة، غطيت الانتخابات، اللجنة اللي هتشرف على الانتخابات إلى آخره من الموضوعات، ولكن ماذا عن الضمانات؟ أقول أمامكم وأنتم صفوة هذا الوطن وطلائعه، أنا ما عنديش ضمان. مين هيديني أنا ضمان عشان أدي أنا ضمان؟ ليس عندي ضمان، أنتم الضمان. قوى الشعب هي الضمان. يقظة الجماهير هي الضمان. حركة الجماهير هي الضمان. تمسك الجماهير بالاشتراكية هي الضمان. اصرار الجماهير على بناء سلطة قوى الشعب العاملة هو الضمان. ان نقطة الارتكاز الاساسية في بيان وبرنامج 30 مارس هي نقل السلطة كلها الى قوى الشعب العاملة وتحالفها القائد. ومن هنا فإن المهمة الكبرى أمام قوى الشعب العاملة هي بناء تنظيمها السياسي بالديمقراطية. ذلك هو الطريق العملي لتحقيق الضمان. التصويت، الانتخابات، عدم المجاملة، والإصرار على انتخاب المناضلين الملتزمين لبلدهم، الملتزمين لشعبهم. وذلك أيضا أيها الإخوة هو الطريق العملي لتحقيق الاستمرار
وفتح الطريق واسعا وعريضا امام انطلاقة شعبنا وتقدمه الى المستقبل والى الامل، الى الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، الى التحرير والى النصر باذن الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان حديث الرئيس جمال عبد الناصر إلى المثقفين، حديثا من قلبه وعقله وفكره إلى عقول وقلوب وأفكار المثقفين من شعبنا العظيم. المثقفون ودور المثقفين كان هذا هو المحور الرئيسي الذي دار من حوله حديث الرئيس جمال عبد الناصر اليوم، وهو حديث إلى فئة من فئات شعبنا العامل نرتجي فيها خير الأمال ونعتمد عليها وعلى كفاحها ونضالها وجهادها في مرحلة من مراحل نضالنا المقبلة. أيها المواطنون، الآن تطرق عدسات التلفزيون قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وإلى لقاء آخر بين القائد والشعب، والسلام عليكم ورحمة الله.